السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات. انا اسفة على التأخير. معلش يا حبايبي، والله كان غصب عني. قبل ما نبدأ الفيديو واقول لكم على الاعذار اللي كانت عندي. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم حبايبي. وعايزة اقول لكل الناس اللي سألت عليا وقالت لحظة غيابي وقالت فين واطمنت عليا وعلى بنتي، وكل اي حد كتب لي كومنت وقال لي طمنين عليكي وما عرفتش ارد عليه. بتأسف له جدا جدا، بقول له انا اسفة معلش. ما كنتش عارفة ارد على حد والله العظيم الايام اللي فاتت ديت. انا كنت تعبانة جدا جدا، يمكن صوتي متغير وباين عليه. بس الايام اللي فاتت بجد يعني ربنا عدها على خير. كنت واخدة دور برد جامد جدا جدا، اللي هو يا جماعة بصوا كان مخليني. بعتذر يا جماعة، أنا آسفة على الصوت وعلى رنة التليفون. اللي هو يا جماعة بصوا، دور برد خلاني ما كنتش قادرة أقوم من مكاني. لا قادرة أخدم نورة وهي نايمة، ولا قادرة أعمل حاجة، ولا قادرة أقوم من مكاني. والله العظيم يعني الحمد لله إن ربنا سترها وعدها على خير. وما كنتش قادرة حتى أتكلم، ولا قادرة أقوم أصور، ولا قادرة أقوم أعمل حاجة من البرد اللي كان جاي لي في جسمي وفي عظمي، مخليني يعني الحمد لله. الله المستعان، يعني الحمد لله على كل حال. والحمد لله ان ربنا يا دوب شميت نفسي وعديت على خير. انا هنا في الطريق يا جماعه، نزلت السوق، كنت رايحه اشتري او اسال عن الديك رومي. حبيبه قلبي واختي في الله، وربنا يحميها ويبارك في عمرها. هي مش عايزاني اقول اسمها، وانا بجد والله ما اعرف اسمها ايه. اختي لينا في السعوديه اللي انا قلت لكم يا جماعه، بعتت لي فلوس علشان خاطر اجيب الديك الرومي. طبعا انا بعتذر ليها جدا جدا جدا. انا والله العظيم ما كنت قادره اقوم ولا اتحرك. هي فعلا الفلوس نزلت على حساب هبه يوم 22، وهبه قبضتها معاها وقالت لها هحولها لك ويشوفي. بس انا ما كنتش قادره اقوم ولا اتحرك من مكاني. ده اول نزول ليا السوق بعد 5 ايام ولا 6 ايام من التعب اللي انا كنت فيه وتعب نوره واللخبطه اللي كنت فيها الايام اللي فاتت. ايام صعبه جدا. طبعا انا كنت رايحه هنا عشان اشتري رمود من عم الحاج، ده بيبيع رمودات والحاجه، راجل زي السكر والله العظيم، وراجل زي العسل. وقفت صورت عنده شويه كده، وصورته السوق في البدايه واحنا داخلين. وللاسف لما دخلت جوه يا جماعه جيت اصور، التليفون فصل مني شحن وانا جوه علشان اصور، وانا بسأل على الاسعار الديك الرومي وكده. التليفون فصل مني شحن وما عرفتش اكمل تصوير في السوق. فجيت بعد ما جيت حطيته الشحن شويه، وجيت بعد كده ان انا ايه كملت بقى فيديوهات عندي هنا في البيت علشان خاطر اكمل الفيديو حبايبي. انا طبعا نزلت السوق، ده شارع الاخبار في اكتوبر في الحي السادس. اكيد في ناس هتبقى عارفه كده. نزلت هناك، قلت هنزل ده كده بداية السوق، الشارع الرئيسي كله. في اخره بقى باخد الشارع ده كله بطوله، في اخره بدخل هناك على سوق الخضار وسوق الطيور والفاكهة وكل حاجة هناك. ده بتاع المنظفات، وده يدوب على الشارع الرئيسي بره، وبتاع عصير القصب وبتاع الرمودات والناس والحاجات اللي بره دي يعني. سوق الطيور بقى والخضار والحاجه بكمل لجوه بدخل. بس انا بتاسف لكم ان التليفون فصل مني ساعتها وما عرفتش اكمل. انا رحت عشان اسال على الديك الرومي. حبيبه قلبي تشكر وجميلها على راسي، وربنا يبارك لها وكله في ميزان حسناتها. والله يصلح حالها يا ربي. اختنا في السعوديه، انا مش عارفه اقول اسمها عشان انا ما اعرفش اسمها، وهي مش عايزه تقول. يا حبيبتي عايزه تعمل الخير وهي يعني ايه ما تقولش اسمها. ربنا يبارك في عمرها. وبعتذر لها كتير جدا جدا ان انا لسه لحد دلوقتي ما جبتش. والله انا عارفه ان هي خدت الفلوس من يوم 22 نزلت في حسابها يا حبيبتي وخدتها فعلا، والفلوس لسه معاها لحد الان. انا قلت هنزل اشوف. طبعا انا هنا لما بعوز طيور او بعوز اي حاجه ببعت اجيبها من عند هبه من الشرقيه، لان هنا في اكتوبر صعب ان انا الاقي اي حاجه مضمونه، وصعب ان انا الاقي حاجه اجيبها للتربيه. هو للذبح بيدوكي في المنظفات ويدوكي للحاجه وتذبحي للاكل ماشي، اما للتربيه لازم اجيب من عند هبه. طبعا هبه حاليا مش متوفر عندها ديك رومي ولسه مش قدامها حد. قالت لي اصبري هشوف لك حد يكون مضمون عشان اعرف اجيب لك ديك حلو يكبس ويبقى عندك ايه تربيه يعني للتربيه ويبقى معاكي على طول. قلت لها خلاص يا حبيبه قلبي ماشي.
انا نزلت برضو السوق، قلت اسال على الاسعار واشوف اوصي حد لو هيعرف يجيب لي او كده يعني الديك الرومي. ودخلت ونزلت، للاسف الشديد ما لقيتش يا جماعه. هنا اكتر الرومي اللي هنا اللي هو الابيض والبلدي ده، بس بيبقوا دابحينه وبيبيعوه بالكيلو كده، مش بتاع تربيه، اللي هو انا اخاف اخد منه فاجي اربيه يحصل فيه حاجه او يطلع ما بيكبسش او يكون مش مضمون. لازم اجيبه من مكان موثوق فيه ويكون فيه ضمان يعني مضمون يعني. طبعا انا الروميه خلاص هي على وش بيض، لدرجه ان انا والله العظيم يا جماعه حلمت ان هي باضت. يعني انا من كتر تفكيري فيها ومن كتر تفكيري ان الوقت بيجري وان هي خلاص على وش بيض، انا فعلا والله ما اعرفش ده بقى من تاثير السخونيه عليا، وبنام اخرف. البنات بيقعدوا يصحوني كتير يقولوا لي يا ماما انت السخونيه جسمك سخن نار وعماله تخرفي وانت نايمه، من تاثير السخونيه عليا ولا انا فعلا انا ما بحلم بحاجه بتتحقق ان هي فعلا قربت ان هي تبيض فعلا، لان هي فعلا على وش بيض وعلى وشك يعني. طبعا هي خلاص يعني لازم ان انا في اسرع وقت ان شاء الله. عايزه اقول لها ان انا ان شاء الله بامر الله باذنك انت يا رب، ان ربنا ادانا الصحه والعمر يعني، هننزل الاسبوع الجاي ان شاء الله البلد الشرقيه، نازلين اجازه كده ولا حاجه وهنرجع تاني. انا هناك بامرك يا رب هحاول اروح مع هبه، واحاول اخلي هبه تتصرف لي وتجيب لي ديك رومي يكون حلو. وانا بس مش عايزه استعجل ان انا اجيب ديك وبعد كده يجي ايه اندم ان انا جبته ما يكونش يعني ايه ينفع معايا. فانا بتأنى في الموضوع عشان اعرف اجيب. انا هنزل ان شاء الله وهحاول اجيبه وبعد كده هشحنه معانا واحنا جايين في العربيه بامر الله. احنا ننزل على الاسبوع الجاي. هجيبه يا ست الكل وهعمل فيديو وهصوره لك وهوريه لك، وربنا يجعله في ميزان حسناتك وربنا يبارك لك ويسعدك. اعذريني الايام اللي فاتت معلش والله لخبطه، اذا كان في مرض بنتي او في مرضي او في الايام اللي انا فيها، وكمان في هنا في مصر مش عارفه ان انا اجيب يعني المكان اللي انا بجيب منه بيني وبينه مسافه 4 ساعات ركوب سفر يعني. فانا هنزل بقى عند هبه ان شاء الله وهحاول اجيبه من هناك واصوره معاكم ونجيبه علشان خاطر نرقد الروميه ونحاول ان احنا ايه نكسر منها ان شاء الله. ويا رب تكون فتحه خير علينا بامرك يا رب العالمين، تكون فتحه خير عليا وعليكم يا رب العالمين ان شاء الله، ونصور مع بعض ونجيب لها ديك ونكسر منها رومي كتير عندنا يا رب العالمين. انت ساعتي في الخير، بقول لك حبيبه قلبي جميلك على راسي، دايما يا رب تسعي في الخير ودايما يا رب ايامك كلها تبقى خير وسعاده يا رب. بشكرك كتير جدا 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 على وقفتك معايا، على اللي عملتيه معايا. لو فضلت اشكر فيكي في الفيديو كله من هنا لسنه قدام طبعا ده اقل واجب معاكي. كفايه وقفتك معايا، كفايه ان انت فاكراني، كفايه ان انت بتدعميني وبتساعديني، وربنا يا رب يكرمك ويبارك لك ويكرم اصلك يا رب العالمين. انا بقى يا جماعه زي ما قلت لكم كده ان شاء الله على الاسبوع الجاي هروح وهشوف موضوع الديك دوت عشان نجيبه، عشان خاطر انا كمان استعجل في الروميه. تعالوا بقى في الزرع، عايزه اقول لكم على الزرع النهارده اللي حصل لي من القطط واللي عملوه فيا. بصوا دي قتايه طلعت كده مع الزرع اللي انا رشيته عفوا يا حبيبي معلش انا اسفه لسه قايمه من دور البرد والله يعني الحمد لله على كل حال. دي وانا برش الزرع دي كانت قتايه طالعه كده في قلب الزرع، رشيتها تقريبا معاهم وجت طلعت. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها عامله ازاي، وجدرها في الارض ثابت وحلو وكل حاجه. طبعا اللي جنبها ده فجل وكان في جرجير معاه كمان. الجرجير اللي انا هوريه لكم دلوقتي ان الموضوع اصلا كله اللي حصل فيه القطط يا جماعه عماله اللي هي بصوا الزرع كل ما يطلع ويطلع ليه ورق زي ما انتم شايفين ويكبر كده ارجع الاقي القطط قاعده عماله تاكل فيه في الورق نفسه. بصوا الورقه الفجل عامله ازاي بسم الله ما شاء الله، ورقه الفجل نفسها يعني قسما بالله منظرها جميل جدا. وبصوا المنظر ده بقى بصوا بهدلوه ازاي. انا زعلت عليه جدا الايام اللي فاتت عشان انا نمت وتعبت وما كنتش واخده بالي. انا لما كنت بروح الاقيهم هناك كنت بطردهم بصراحه. طبعا انا ما خدتش بالي وجيت من التعب نمت وما كنتش عارفه، فسبتهم بهدلوا الدنيا. اللي هم بصوا كلوا الورق موتوا الزرع، خلوا الزرع اللي هو يعني كان ورقته زي الفل وكان مصحصح وكان ملوش حل، خلوا الزرع بالمنظر ده كده. بصوا اصفر ودبل ويعني بصوا امر من الكلاب قسما بالله يا جماعه، امر من الكلاب في الزرع بره. يمكن الكلاب بره في الارض بتفحر وتعمل نقر وتنام على الزرع تبوظوه. انا بقى دوت
القطط بتاكل بقى الورق نفسه، يعني القطط اللي تحس ان هي متوحشه، لو اتاه في الارض ياكلوها. لو عملوا الزرع زعلت عليه وحزنت عليه. اللي يعرف حل في الموضوع ده يقول لي بقى ان هو انا اعالجه ازاي او اعمل ايه علشان يبدا يخضر تاني ويبدا ان هو يطلع تاني ويصحصح زي الورق تاني. هيبقى ليه حل ولا لا؟ هم ما كلوش الجذور، هم كلوا الورق بس. تقريبا الورق لما كلوه اصفر ودبل بقى، ما اعرفش يحركوا الجذور من مكانها ولا لا. والله ما اعرفش حل القطط دي ايه، انا مش لاقيه لها اي حل ولا لاقيه لها اي حاجه خالص في الدنيا بصراحه. بصوا منظرهم، بصوا كام قطه يا جماعه، انا عندي اكتر من 20 قطه في المكان، لا راضيين يمشوا ولا قادره عليهم ولا عارفه اعمل معاهم ايه. بصراحه انا احترت مع القطط دي بصراحه، لا زرع مخليينه ولا مكان ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، مبهدلين لي كل حاجه، والله المستعان منهم. والله ده الفيديو بتاعنا، بتاسف لكم، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.